اللي غادي نقدر نقول لكم ان هاد جوج لي برودوي احسن حاجه تقدروا تستعملوها في الترطيب. اليدين، الرجلين، الرقبه، هكايا القدام، يعني لوكور، الوجه. احسن حاجه تقدروا تستعملوها هي هاد جوج لي برودوي. قبل ما نبدا البنات، السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في احسن الاحوال، ومرحبا بكم في قناه وصفات ناجحه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد جوج لي برودوي. واحد من لا مارك لا روش بوزي اللي معروفه بزاف، هذا كيليق للترميم ديال البشره وحتى الترطيب زوين بزاف. ولا مارك ثانيه من بيبونتين بوماد، يعني هاد البوماد هذا ديال الدراري الصغار، خصوصا للدراري الصغار كتحيد لهم داك الاحمرار والجفاف ديال البشره وبزاف د الحاجات. يعني كيدار الحفاض، وكذلك نقدروا نستعملوه لليدين والرجلين والرقبه ديالنا. هاد سميتو اليدين هادو، ما عرفتش شنو كيقولوا، المرفقين ديال اليدين حتى هما زوينين بزاف. يعني الحاجه فاش كتكوني كترطبيها كتولي بيضاء، ما كيبقاش فيها هذاك اللون ديال الاسمرار او اللون ديال الخشونه او المهم. هاد جوج لي برودوي صراحه السحر كما قلت لكم، زوين بزاف في الترطيب، خصوصا ان هنايا بني ملال عندنا البروده بزاف. يعني وفاش كتولي البروده بزاف اليدين والرجلين كيوليو مشقبلين، كيوليو هكايا دايرين، كيوليو حرشين، كيوليو كيتقشروا، كيوليو هكايا فيهم الشق، كتشوفي في يدك مشققين. فاش كتولي ترطبي كيبان لك الحاجه ملسه، كتبان لك الحاجه ناضيه واعره. المهم بالنسبه لهاد جوج لي برودوي البنات، انا هنايا كنخلطهم، لقيت عليهم واحد الترطيب اللي عميق بزاف. كيف ما قلت لكم كنستعملهم للرقبه، اليدين، الرجلين، هذا القديمات، وكذلك حتى الوجه. فاش كنشوف الوجه ديالي ناشف كنستعملوا لا غوش بوزي بصح. الوجه ديما كنستعمل له لا غوش بوزي كل ليله، هي زوينه للترميم، ولكن كنستعملها انا حتى لهداك الجفاف ديال البشره. مهم وفاش كنشوف وجهي مقشر بزاف، يعني ما كاينش الحل، كنولي ندير ليه هاد جوج لي برودوي بجوج، كنولي نخلطهم لا غوش بوزاي مع بيبونتين، كنخلطهم وكندير واحد الطبقه على وجهي اللي غليظه، وكنخليها نقدر نبات بها، نقدر نخليها ساعتين، نقدر نخليها واحد المده اللي طويله. عاد كنغسلها وكنحصل على واحد الترطيب اللي عميق وزوين بزاف، كنصحكم بها البنات. بالنسبه لهاد البيبونتين، هذا واحد الكريم اللي كيحتوي على بروفيتامين بي 5 اللي كيتحول لينا في الجلد الى واحد الحمض، كيعاون في تجديد البشره والترميم ديالها. وبالنسبه لاغوش بوزي البنات، راها كتعمل لينا على الترميم ديال البشره، وكتحيد لنا داك الاحمرار اللي الا مشيتي للبحر مثلا كترجعي كتلقاي واحد لي تخاص كاينين فيك ديال الشمس، ولا في رجليك ولا في يديك ولا في العنق ديالك. هذاك وكذلك كترمم لنا البشره اللي فيها الحبوب، البشره اللي فيها تهيجات، البشره اللي فيها ديك الورديه، حتى هي كتحيدها هاد البيبونت، هاد لاغوش بوزي عفوا. اما بالنسبه للبيبونتين البنات، هي دهنيه بزاف، يعني هي زوينه في الترطيب بزاف، ولكن الناس اللي البشره ديالهم متعرضه للحبوب والبشره ديالهم متعرضه كتكون دهنيه ما تليقش ليها. علاش؟ حيت تقدر تسد لنا المسام. لهذا البنات اللي عندهم الحبوب والبنات اللي عندهم بشره دهنيه يستعملوا قطعه صغيره ديال البيبونتين، غير يرطبوا بها ويحاولوا يمسحوها هكايا بشي زيف ولا شي حاجه، ولا يغسلوها غير بالماء صافي، وتمسحي بالفوطه ديالك وتخليها في وجهك ترطب لك. ما تستعمليش كميه كبيره باش ما تسدش لك المسام. كما قلت لكم هاد الجوج هادو العشق الابدي، زوينين بزاف. مهم بالنسبه للقوامه البنات ديال كل واحد فيهم انا غادي نوري لكم دابا. بالنسبه للبيبونتين البنات كما شفتوا راه العلبه راه خاويه تقريبا، مبقى فيها حتى شي حاجه. القوام ديالها كيكون قاصح شويه، يعني كريمي، عفوا بوماد، كتكون فحال البوماده بحال هكا، كتكون قاصحه وكتكون دهنيه بزاف. كما قلت لكم الناس اللي عندهم الحبوب تقدر تسد لكم المسام وتزيد لكم الحبوب مازال، يعني من الاحسن تستعملي كميه قليله على هذه اللي درت انا في يديا باش ترطب لك
وجهك فقط صافي وتمسحيها باش ما تسدش لك المسام وتستعمل ودير لك حبوب اخر. شفتوا البنات؟ شتيها كيفاش كتجي كترد اليدين هكايا كيبريو. اما بالنسبه للقوام ديال السيكا بلاس كما شفتوا حتى هي راه خوات تقريبا، راه ما بقى فيها حتى شي حاجه حيت شيتها من العام اللي فات صراحه وانا كنستعملها. بالنسبه للعلبتين بجوج راهم علبات كبار ماشي صغار. هذه خديتها بشي 160 ديال لاغوش بوزاي، وديال بيبونتين خديتها بشي 106 دراهم. هانتي ديال لاغوش بوزاي ها هي واحد الكريمه اللي خفيفه بزاف وكتدخل لينا في البشره، ما عندهاش مشكل. بصح هما بجوج كيدخلوا لينا في البشره، يعني كتمتصهم البشره دغيا ما كاينش مشكل. اللي بغيت نقول لكم عاوتاني بالنسبه للطريقه ديال التخليطه ديالهم، كنخلطوهم كنديروا كميه قليله من البيبونتين وشويه كميه كثيره من لاغوش بوزاي، وكنخلطهم وكنستعملهم كواحد الماسك للوجه، كيرطب بعمق. هاد السيكا بلاص راني خديت 100 ام ال 160 درهم. 100 ام ال راه كاينه صغيره ديال 50 ام ال كدير تقريبا شي 100 درهم. اما بالنسبه للبونطين حتى هي راه فيها شي 100 ام ال ولا اكثر ولا شي 200 ام ال ولا حتى هي خديتها ب 106 كيف ما قلت لكم. وبالنسبه للطريقه ديال الاستعمال البنات، غادي نغسلو وجهنا وغادي نشفوه مزيان ما يبقاش فيه الماء، وغادي نحطو الطبقه ديالنا سواء من لاغوش ولا من بيبونتين ولا من التخليطه ديالهم بجوج. اما بالنسبه للرجلين واليدين وهذا تقدروا تستعملوا غير بيبونتين بوحدها، راه كتعطي واحد الترطيب اللي خطير بزاف. كما قلت لكم راه حنا ساكنين في بني ملال، كيكون البرد وفاش كيكون البرد كتكون بحال الجريحه كما كيقولوا ليها، يعني الجلد كيولي مجروح. خصك ترطبي مزيان في كل تدويشه موراها، خصك ترطبي وكل غسله د الماعن كل ما تقيسي الماء كل ما انت كتشقي انت كترطبي. الا ما رطبتيش يولي يديك حالته ورجليك. المهم صافي هادو هما المعلومات اللي نقدر نقول لكم. كما شفتوا البنات انا راه ماشي يلاه اول مره نستعملهم ونشاركهم معكم، رانا ديجا مستعملوهم شي عام دابا واش انا كنستعملهم. راكم شفتوا هادو التوبينات بجوج راهم تقريبا هاد لي بواط بجوج راه قربوا يخواو ليا. ايوا قلت علاش لا ما نشاركهمش معكم. المهم كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى يعجبكم. الى الاعجاب ديالكم لي اي تساؤل مرحبا بكم في لي كومونتير، وما تنسونيش من جيم والاشتراك في القناه. وما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. باي باي.